هذا هو الصحن العربي يلي نحن بنشوف حالنا فيه. شوفوا لي على هالصحن واعطوني رأيكم يا غوالي. شايفين لي على الحركة؟ طبعا مجرد ما حطينا القالب فتلة واحدة وبيطلع معكم بالسليم. شايفين؟ هذا هو الشغل الصح يا غوالي. شايفين لي على هالفلافل؟ تقولوا مساوينا بأهم محل فيك يا سوريا. شوفوا لي على هالفلافل واعطوني رأيكم. هاي هيك فلافلاتنا صاروا جاهزين وامورهم بالسليم. شوفوا لي على هاللون وعلى هالمنظر، ما احلى. بسم الله يا كريم. هذا مو مشان شيء، مشان تسمعوا القرشة بس يا غوالي. وحوامل رجاء رجاء لا تسبونا. اليوم بدي اعلمكم شلون نعمل الفلافل على طريقة المطاعم 100%. طبعا انا هون مجهز نص كيلو من الحمص ناقعه من قبل بيوم، شغلت 12 ساعة، غسلته وصفيته. شايفين لي على الحمصات ما شاء الله كان 100%. طبعا الحمص بإمكانكم للفلافل تستعملوا حمص كسر، ما في مشكلة، يعني نحن ما بدنا نسلقه فقط لا غير، بدنا نديره على محضرة الطعام. لكن اللي متوفر عنده حمص ظريف ما في أي مشكلة. هلا أول شغلة بدنا نسمي بالله وننزل الحمص على محضرة الطعام. بسم الله يا كريم. وبما انه عم نشتغل على محضرة الطعام ما بدنا نضايق المحضرة عنا، يعني بنحط نص كمية الحمص. بسم الله. شايفين كيف؟ بناخذ نص الكمية وبنخلي نص تاني على جنب. طبعا بالنسبة للفلافل الشامية بشكل عام نستخدم فيها اللون الأخضر اللي هو كزبرة. عندي هون شوية بقدونس كمان، وبدي احط لهم شقفة بصلة. طبعا للنص كيلو كله الحمص بدنا نحط بصلة واحدة وسنين توم. وبعد ما حطينا كل المكونات ما بننسى نحط لنا شوية مي مشان ندور الماكينة فيها. بسم الله يا كريم. يعني نص كاسة مي، وهلا بنسمي بالله وبنضربهم مع بعض. وهي الحركة أساسية مشان ننعمهم كلهم ويطلعوا روح واحدة. شايفين كيف؟ هلا بعد ما خلطناهم شوي بنحاول بالسباتولا نحركهم مشان يطلعوا كلهم روح واحدة، وبنرجع بنعمل لهم دورة ثانية. وشفتوا شو سهلة هالشغلة؟ هلا خلصنا طحنة الفلافل وبدنا نبهرهم. طبعا بدنا معلقة كمون، معلقة ملح، نص معلقة كزبرة حب بتعطيها طعمة خرافية، هي يا جماعة لا تستغنوا عنها. ونص معلقة فلفل، نص معلقة فلفل أسود. هلا بنسمي بالله وبننزلهم مع بعض. لك يا ويلي على هالروايح يلي ما بترحم. هي الفلافل الصح يا غوالي. هيك يا غوالي طحنة الفلافل صارت جاهزة. هلا بنغطيها مثل ما شايفين وبنقيمها بنحطها على جنب وبنشتغل باقي الحباشات مع بعضنا. شرفوا نشوف. هلا الخطوة الثانية بالفيديو اللي هي اللبنات اللي بدنا نحطهم فوق الفلافل. طبعا هون انا مجهز زبدية من اللبن. بسم الله يا كريم. هلا بننزلها على الابريق. وهيك يا غوالي بعد ما حطينا اللبنات هلا بدي نزل الطحينة. طبعا الطحينة ما بدنا نكتر فيها مشان ما يطلع معنا اللبن ناشف يسمك يعني وينشف لنا السندويشة. هلا شو بنساوي؟ بعد ما حطينا اللبن بنسمي بالله وبننزل ربع الكمية طحينة. وهيك يا غوالي بعد ما حطينا الطحينات هلا بدنا نعصر لهم عصرة ليمون مثل ما شايفين. حط رشة ملح، طبعا الملح حسب الرغبة. وهلا بنحرك. بدي احط لهم شوية سماق بتعطيهم نكهة حموضة على كيفكم. وبنزل عليهم شوية مي وبنحرك. هيك لازم يطلع معكم الصوص. شايفين لي يا ما احلاه؟ هذا هو صوص الطراطور الصح. لكن السماق فقط لا غير للفلافل، يعني لطراطور الفلافل، باقي الطراطورات ما دخلهم، بس لهذا بنحط سماق. وهيك لازم يكون معنا. ليش؟ مشان ما تنشف معنا السندويشة. هلا بنقيمه بنحطه على طرف وبنكمل باقي الشغلات. بدي ظبط لكم تاني اطيب صوص بالاكله اللي هو صوص الشطه يا غوالي. طبعا هي منزلكم فيديو خاص فيها، هلا بحط لكم الرابط تبع المقطع بالفيديو تبعنا. هلا بعد ما حطينا الشطه شو بنساوي؟ بدي احط عصره ليمون. بسم الله. شايفين لي كيف؟ عصره ليمون صغيره، وبدي احط لهم شويه دبس رمان. يا ويلي على هالمناظر يا ابو عبيد. وبدي احط عليهم شويه زيت، زيت زيتون. هذا هو الصوص الصح يا غوالي. شايفين لي هالشطة ما أحلاها؟ طبعا حطينا لها الإضافات مشان تعطينا النكهة الخرافية. هلا هيك صار هذا الصوص معنا جاهز وصوص اللبن جاهز. هلا بنظبط الخضرة وبدنا نروح على المقلاية. هيك يا غوالي بلش وقت الجد. بس اعملوا لي نظرة على البسطة، شوفوا لي ناقصها شيء، انتوا كتبوا لي تحت بالتعليقات. اعملوا نظرة واعطوني رأيكم. يعني امورنا 100% وبالسليم. قطعنا الخضرة وجهزنا الطراطورات والصوصات وقدمنا هاللبنات وما صفى علينا غير نحط الكربولة ونقول يا كريم. طبعا قديش بنحتاج كربولة؟ بدنا قدر 3/4 المعلقة صغيرة.
منسمي بالله ومنحط الكربولة هيك. تمام. ونبلش ندعك بالعجين تبعنا. هلا هيك بعد ما حركنا الطحنة وامورها بالسليم، هلا شو بنساوي يا حزركم؟ هلا بدنا نتركها شغلة 10 دقايق من هون لنشغل على الزيت ويحمى، بتكون امورنا بالسليم. هلا شغلنا تحت الزيت وعم نستناه لحتى يحمى. شوفوا لي كمان طحنة الفلافل على هاللون، ما احلاها ما شاء الله. وكان والقالب مثل ما شايفين اساسي، يعني زبدية المي هيك مع القالب مشان ما ينشف معنا القالب. في ملاحظة لازم احكي لكم عليها بالنسبة لموضوع الكربولة، لا بنقدر نكتر العيار، بيفرط معنا القرص وبتمرمر الفلافل، وفي حال استغنينا عنه او ما حطينا العيار المطلوب بيعضم معكم القرص وما بيشتغل نهائيا. يعني رجاء التزموا بهذا العيار. بتاخذوا فلافل بتدعوا عليها للشيف امين. شايفين لي على الحركة؟ طبعا مجرد ما حطينا القالب فتلة واحدة وبيطلع معكم بالسليم. شايفين؟ هذا هو الشغل الصح يا غوالي. يا ويلي على الفلافل يا ابو عبيد، روح شايف لك. هذا هو المنظر الصح يا غوالي. شايفين لي على هالفلافل تقولوا مساوينا بأهم محل فيك يا سوريا. شوفوا لي على الفلافل واعطوني رأيكم. طبعا فلافل بدون صاج ما بيمشي الحال. هلا هيك بعد ما خلصنا، هلا شو بنساوي اول شيء؟ هلا حركة اول شيء بنمدها مسبح على السندويشة. هلا بنوزع المسبحات كلهم. بنعمل لها هالحركة هيك الظريفة. شايفين لي على هالمنظر؟ الله يسلم ايديك يا ابو عبيد. خذ الفلافلات ونبلش نحط فلافل. طبعا ظبط حالك يا غالي ما في مشكلة. واصلتكم صوت القرشة؟ بلش نفرد الخسات تبعتنا. يا ويل ويلي على هالسندويشة يلي رح تدعوا عليها للشيف امين. وحوامل رجاء رجاء لا تسبونا، مسامحين. والله حقكم حقكم، شو ما حكيتوا حقكم. شوفوا لي مخلل اللفت يا غوالي، هدول اللي اشتغلناهم مع بعضنا. طبعا هدول بس للغوالي، يعني بس دعم. مخلل اللفت بيجي دعم. هالصوص اللي اشتغلناه مع بعضنا طبعا ما رح كتر، رح حط على سندويشتين والباقي لانه للصغار، لاولادي ما بياكلوا حد. وما بننسى رشة السماق. لك يا ويلي يا ابو عبيد والله مو نسيان شي بهالفيديو. هذا هو الصحن العربي يلي نحن بنشوف حالنا فيه. شوفوا لي على هالصحن واعطوني رايكم يا غوالي. هيك ختمناها ختامة مسك بشوية دبس رمان. هيك صار معنا أطيب وأسهل صحن فلافل عربي من عند الشيف أمين، تدعوا له عليه. والقرشة أكتر من نغم. بسم الله. والله يا هيك فلافل يا أما بلاها. يا ويلي يا أبو عبيد، صدقوني جربوها وبتدعوا لي. لكن هلا بدي أجرب لكم آخذ وحدة هيك بصوص الشطة. شوفوا لي الشطة يا ويلي، وبننزل فيها هيك بشوية لبن. وبسم الله يا كريم. فلافل عربي بالبيت على طريقة الشيف أمين. شوفوا لي على هالمنظر. المنظر غرام والطعمة رح تكون على كيفكم. جربوها واعطوني رأيكم بالتعليقات، وما تنسوا تزبطوا لنا وضعه بلايك وشير مشان نستمر معكم حبايب القلب. تحياتي للجميع.